السلام عليكم، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. بإذن الله هنتكلم دلوقتي عن المجال اللي هو الدومين لأي دالة عندنا. مثلا نبدأ بالدالة الثابتة، الدالة الكونستانت. لما اجي اتكلم عن المجال فيها عايزة اعرف المجال بيساوي ايه. هو المجال عامة يعني كل قيم س اللي بتحقق الدالة بتاعتي. فانا عندي هنا دالة كونستانت دي هنا y equals constant او y equals ثابت عامة. هنا عندي المفروض y equals 2، بالتحديد 2 لانها اتقطعت مع محور y في 2. طيب المجال هنا بيساوي ايه؟ الدومين بيساوي ايه؟ هو المجال في الدالة الثابتة عامة بيكون r كل الاعداد الحقيقية. يعني كل قيم س اللي بتحقق مفيش اي حاجة احنا مختلفين عليها، فبالتالي كل القيم معانا عادي، فبالتالي كل قيم x معانا عادي، فبالتالي المجال r. طب نشوف مثلا هنا برضو y equals x. هنا عندي الدالة الخطية برضو المجال بتاعها r، كل قيم س معانا عادي خالص. يعني محور x متحقق عليه كل قيم س، والخط ده هيفضل ممتد معانا. نشوف مثلا هنا في رقم 3 absolute value. احنا عندنا هنا كل قيم x متحققة برضو معانا عادي، فلو اتكلمنا عن المجال هيكون r برضو كل الأعداد الحقيقية. لكن لو اتكلمنا عن المدى، معلومة يعني هي مش خاصة بالفيديو ده قوي، بس المدى بيكون بنجيبه من محور y، فبالتالي هو هيكون من 0 لغاية r لغاية ما لا نهاية. لكن المجال نفسه هيكون r كلها، واحنا بنتكلم بالتحديد هنا عن المجال عشان المجال بيجاب من محور x. طيب نشوف بعد كده مثلا عندنا هنا نمبر 4. عندنا y equals x squared اللي هي الدالة التربيعية. عندنا هنا مجالها برضو r، هيفضل ممتد لما لا نهاية، فبالتالي هياخد كل القيم هيبقى مجالها r. عندنا هنا مثلا في الدالة التكعيبية هيفضل برضو مجالها هيكون ب r. عندنا هنا مثلا في x باور 4 هيفضل برضو مجالها r، لأنها واخدة كل قيم x عادي، لما هتمتد هتاخد من فوق كل القيم عادي. عندنا مثلا هنا في irrational function اللي هي الدالة الكسرية y equals x power negative 1، يعني 1 over x. فأنا عندي هنا ما ينفعش المقام يكون بيساوي صفر، ففي الحالة دي بقى الدومين هيكون ايه؟ هيكون r minus 0. هشيل الزيرو، لأن أي حاجة في المقام أنا بقول المجال عامة للدوال اللي هي الكسرية اللي هي الراشنال فانكشن بيكون r minus الحاجات اللي بتخليلي المقام بصفر، أصفار المقام. فأي حاجة بتكون زيرو في الدينومينيتور بنخليها خلاص بنشيلها. فأنا عندي هنا هيبقى المجال r minus 0. نشوف مثلا المثال اللي بعده. عندي هنا برضو دي y equals x power negative 2 اللي هي 1 over x squared، فبرضو لو زيرو هيخلي الدالة دي بزيرو، هيخلي قصدي الكمية دي ما تنفعش ان أنا يكون عندي المقام بيساوي زيرو. فبالتالي انا هقول دلوقتي هنا المجال r minus 0. هنا مثلا في المثال ده 1 over cube root of x، x bar half، x bar half اللي هي square root of x، square root of x عادي، فموجودة عندنا في البسط عادي. طيب هنا المجال عندنا بيساوي ايه؟ المجال عندنا هيكون من اول زيرو لغاية ما لا نهاية، احنا واخدين قيم x، فيبقى من زيرو لما لا نهاية. نشوف بعد كده المثال ده. عندنا هنا الدالة دي y equals x power third اللي هو احنا عندنا الرسمة دي هنا، عندنا هيبقى المجال واخد r كلها عادي، هيبقى المجال r كلها. طيب هنا مثلا هنا بقى اللي انا كنت بتكلم عليها اللي هي y equals x power negative half اللي هي 1 over cube root of x، square root of x، يعني 1 over square root of x، واحد على الجذر التربيعي لإكس. طيب هنا هيبقى المجال ايه؟ طبعا ما ينفعش الجذر التربيعي يكون سالب، احنا بنتكلم عن الأعداد الحقيقية، فالجذر التربيعي ما ينفعش يكون سالب، ولا ينفع ولا الأعداد السالبة عامة مش هتكون معانا، فالنيجاتيف نمبرز مش هتكون معانا. فيبقى هنا المجال بيساوي ايه؟ المجال عندنا هيكون عندنا r، بس مش كل هيبقى عندنا مش كل r، احنا هنشيل الأعداد السالبة وهنشيل الصفر، فيبقى المجال عندنا ال R بوزيتيف، او مش ال R بوزيتيف، هيبقى عندنا من اول زيرو، بس الزيرو هيكون مفتوح لغاية الملا نهاية. يعني الزيرو نفسه مش معانا، لما تتكتب كفترة هتتكتب من زيرو لملا نهاية، والاتنين مفتوحين عشان كده الملا نهاية مفتوحة. طيب نتكلم بعد كده على y equals x power negative third. يعني انا عندي دلوقتي دي برضو
هيبقى 1 على الجذر التكعيبي لإكس. فأنا عندي كده ايه الفكرة برضو؟ الفكرة إن المقام ما ينفعش يكون بيساوي صفر، فهتبقى r ماينس 0. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ احنا اتكلمنا على المجال عامة، المجال اللي هو الدومين. فالمجال عامة بجيبه من كل قيم س، والمهم ان قيم س دي اللي انا بجيبها تكون بتحقق الشكل اللي عندي. فانا بختار المجال على حسب كده. المجال لو مفيهوش اي مشكلة هيبقى مجموعة الاعداد الحقيقية كلها. فده كل اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة. بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وفهمتوا الفيديو، وشكرا لاستماعكم معانا للآخر.